السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرار بالنسبة للسيدات المتجهة اللي هي مسافرة المملكة العربية السعودية بتاريخ 27 أكتوبر لعام 2024. لو انت باسبورك مكتوب فيه ربة منزل أو دبلوم أو بدون عمل في باسبورك، فلازم تاخدي تصريح سفر من العباسية لو انت في القاهرة، او تصريح سفر لو انت من اسكندريه في الجوازات. لو انت زياره عائليه، لو انت زياره شخصيه، لازم تعملي تصريح السفر للاسف في ناس كتيره جدا راحت النهارده المطار ورجعوها. ده بالنسبه للسيدات، فاتمنى ان اي سيده تنتبه للقرار لان القرار بيطبق للاسف من اليوم. انا حبيت اقول لك النصيحه طيب انت دلوقتي لما بتروحي الجوازات بتعمليه ازاي؟ اول حاجه بيكون معاكي اصل الباسبور وصوره التذكره وصوره التاشيره بتاعتك، وبتدفعي 210 جنيه، وبتقعدي ممكن ساعتين او 3 ساعات، وان شاء الله بعد كده بتستلمي تصريح السفر بتاعك. بعد كده بتقدري تسافري المملكه العربيه السعوديه. بيتطبق في المطارات، مطار القاهره او مطار اسكندريه. فخلي بالكم خلي بالكم بالنسبه للسيدات اللي مهما كان عمرها ايه، ولكن في جواز سفرها مكتوب دبلوم او مكتوب ربة منزل او بدون عمل، فلازم تعمل الاجراء اتمنى لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان يوصل لغيرك. وباذن الله اي حد محتاج اي معلومة عن السفر في السعودية او في دول الشنجل او امريكا او اي تأشيرة يتواصل معايا، وان شاء الله اقدر افيده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت عشان يوصل لغيرك. وان شاء الله في فيديوهات جاية جامدة جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم، محتواها المعظم العام السفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.